بريب 1 والإعدادي ليسون 5 و 6 بيعلمنا أو بيفكرنا إزاي نكتب إيميل. to و from و subject هما اللي بنبدأ بيهم الإيميل بتاعنا. to إلى المرسل إليه، يعني to من الشخص اللي أنا هبعتله المسج أو هبعتله الإيميل. طب و from يعني من الراسل، وده بنحط جنبه الإيميل المرسل اللي هو الشخص اللي بيبعت الايميل، ده هو الشخص اللي بيبعت، يعني اسمنا احنا. بعد كده بيكون عندنا subject وده اسمه عنوان او الموضوع بتاع الايميل بتاعنا عن ايه. لازم نعمل زي ان احنا نذكر اسم الشخص المرسل اليه اللي هو ايمن ونقول هاي ايمن. نخلي بالنا من حاجة مهمة يا بريب 1، ان لازم الايميل بتاع اي شخص او بتاعنا يتكتب سمول مش كابيتال. هاي ايمن، ايمن ده اسم عادي بنكتبه كابيتال وبنحط جنبه كوما، وبنعمل حاجة اسمها جملة افتتاحية. الجملة الافتتاحية بتاعتنا How are you? I wanted to tell you about. How are you? I wanted to tell you about. احنا ممكن نغير عادي الجملة الافتتاحية، في جمل كتير ممكن نبدأ بيها الايميل. حد عنده جملة افتتاحية تاني ممكن نبدأ بيها الايميل؟ get up لما بستيقظ I always check my phone. دايما بعمل check يعني بعمل مراجعة كده أو بتفحص الفون بتاعي. I read messages from my friends. بقرأ قصدي رسائل messages from my friends لأصدقائي، من أصدقائي. and reply to. كلمة reply معناها أرد. reply to them أرد عليهم. Then I had breakfast. بتناول breakfast اللي هو الفطار. while هنا معناها بينما. I use my tablet to search for the latest news. بتفرج على التابلت لما بعمل حاجة اسمها search for، أبحث عن the latest news، الأخبار أحدث الأخبار. At school teachers usually use smart board. teachers بيستخدموا السمارت بورد to help us learn well، عشان تساعدونا ان احنا نتعلم جيدا. We always use computers in the ICT class. طبعا انتوا اخدتوا الاي سي تي قبل كده، اللي هي التكنولوجيا دي، مادة موجودة عندنا من جريد 5 وجريد 4 وجريد 6 وموجودة كمان في بريب 1. تكنولوجيا المعلومات، يعني حصة تكنولوجيا المعلومات بنتعلم فيها كودينج اللي هي البرمجة، بنتعلم فيها ايه استخدامات كل حاجة في التكنولوجيا. فحصة جميلة قوي. هي بتكون صعبة شوية بس مفيدة جدا، لان هي لغة العصر. البرمجة والكودينج هي لغة العصر الزمن ده. After school I often go online searching أعمل بحث على online for the information from my homework، للمعلومات عن الهومورك بتاعي أو الواجب بتاعي. I always take information from the websites I trust. باخد معلومات take information من الويب سايتس I trust يعني أثق فيه. In the evening في المساء I sometimes play online games with my friends. I never read e-books on my tablet. ما بقراش e-books في التابلت. I think they are boring. لما بيكونوا مملين they are boring. My mother always says reading is better than playing online games. يعني القراءة أفضل من لعب online games. What about you? بعد كده بنكتب جملة اسمها conclusion أو الخاتمة. Write back and tell me about your digital day. بعد كده بنعمل signature أو بنمضي yours، اسم بقى الراسل، الشخص اللي بعت الإيميل yours أحمد. في page 44 بيعلمك إيه هو أصلا الإيميل. الإيميل هي رسالة بس صيغة عصرية للليتر، يعني الإيميل هو عبارة هو رسالة، بس بدل ما نكتب ليتر ونحط بوست كارد، نحط طابع بريد ونبعته، لا بنبعته أسهل بالإيميل. بنستخدم الإيميل في المراسلات بين الأقارب والأصدقاء. أول حاجة بنكتب تو بنحطها
جنب المرسل إليه، يعني to الشخص اللي أنا هبعت له الإيميل. طيب بعد كده بيكون عندي about أو subject. اللي بيجي جنب about و subject هو عنوان الرسالة أو البريد الإلكتروني. في بداية الرسالة لازم نكتب اسم المرسل إليه بعد كلمة dear أو hello أو hi. dear سما، hello فاطمة، hi يوسف. بنبدأ الإيميل بأي جملة من الجمل اللي قدامنا دي. how are you? I hope you okay. I am very happy to send you this email. كل دي اسمها جمل introduction أو مقدمة. قبل ما نوقع المرسل لازم نكتب جمل التحية الخاتمة أو جمل خاتمة. yours, all the best, lots of love, write back and tell me about, write back soon, talk to you later. كل الجمل دي جمل خاتمة. طبعا احنا مش هنكتبهم كلهم، احنا هنختار جملتين خاتمة وجملتين مقدمة. وبنرسل بعد وبنكتب في النص هنا المين توبك، المين بارت او المين توبيك، الموضوع الاساسي اللي بنتكلم عنه. بنكتبه ببساطة جدا. بصوا يا حبايبي، طول ما انتوا بتكتبوا جمل بسيطة طول ما الاخطاء هتقل. يعني ايه جمل بسيطة؟ يعني كل معلومة حطوها في جملة. بتكتبوا مثلا عن التكنولوجيا او اليوم بتاعكم الرقمي، بصحى من النوم ما تقولش بقى اند واقعد اعمل كل جمله واحده فيها كل معلومات الدنيا في جمله واحده. لا، هي جمله بسيطه. I get up at 6 a.m. full stop، احط خلاص نقطه. الجمله التانية I check my phone full stop. I reply to messages to my friends. كل جمله او كل معلومه حطوها في جمله منفصله. دي الطريقه الاسهل ان انت اولا افكارك ما تتشتتش، ما تفضلش تقول and وحصل وحصل. لا، جمل بسيطة وابدأ بسبجكت وفيرب وأوبجكت. ممكن تخلي الجملة أكثر يعني أكثر تقدما شوية، تخليها أحلى شوية. مثلا I check my phone when I get up، حطينا when هنا ربطت. I use my tablet because it's bigger than my phone. يبقى هنستخدم جمل أصعب شوية أو معقدة شوية عن الجمل البسيطة، بس في نفس الوقت كل معلومة بحطها في جملة منفصلة عشان اكتب ايميل بطريقة صح. عايزة منكم كلكم النهاردة تحلولي الايميل ده. طيب ازاي اعرف اسم المرسل واسم الراسل؟ اسم المرسل دايما بيجي بعد your name is. المرسل بتاعنا الشخص اللي بيرسل ايميل هو ايات، يعني from ايات. طب والمرسل اليه دايما بنلاقيه من بعد to your friend. يبقى اسم الراسل بعد is، اسم المرسل إليه بعد to. طب موضوع الإيميل بنجيبه منين؟ بعد about أو subject. أدي about أو subject ده موضوع الإيميل. يبقى الثلاث حاجات دول هو اللي بنطلعهم من رأس السؤال عشان نعمل الإيميل بتاعنا. بنعمل مقدمة وخاتمة وكل معلومة نحطها في جملة منفصلة. هنا حبايبي بيفكرنا بحاجة مهمة قوي اسمها punctuation mark. يعني ايه punctuation mark؟ اللي هي علامات الترقيم. البنكتويشن مارك بتفتكروا ان هي سهلة، هي سهلة بس عايزة شوية تركيز. اول حاجة capital letters، الكلمات اللي بالحروف الكبيرة. امتى بنستخدم الكابيتال letters؟ اول حاجة the beginning of a sentence. كل بداية جملة لازم تبدأ بكابيتال. كل بداية سؤال لازم يبدأ بكابيتال. كل بداية جملة أمرية لازم تبدأ بكابيتال. يعني أول كلمة، أول حرف فيها في أي جملة أو سؤال أو إجابة لازم تبقى كابيتال. تاني حاجة for proper nouns، أسماء العلم. أسماء العلم أخدتوها في العربي، هي كل اسم بيدل على شيء. يعني إيه يدل على شيء؟ يعني بيدل على اسم مكان أو اسم شخص أو اسم مكان أو شخص، حاجة تاني مش فاكراها. زي مها ده اسم شخص، أسوان اسم بلد، إيجيبت، أفريكا، كايرو تاور. أسماء العلم اللي بتدل على شيء أو شخص أو مكان بنخليها كابيتال. مع أيام الأسبوع، شهور السنة، الأجازات الرسمية، بس الفصول لأ. يعني شهور السنة months of the year زي January, February, March لازم تكون capital. الدايز Monday, Saturday, Wednesday لازم تكون capital. الهوليدايز عيد الفطر، رمضان لازم تكون holidays. عيد الفطر تقريبا
كريسماس داي. رمضان ده شهر فبرضه هيكون كابيتال عشان هو شهر اسلامك مانث، شهر اسلامي. ما عدا بقى السيزونز، فصول السنة ما بنخليهاش كابيتال. طيب for languages and nationalities، اللغات والجنسية، أي language نكتبها زي فرنش، زي جيرماني، زي إيطالي، Arabic، English، كل ده بنخليه كابيتال. Spanish مع الضمير I في أي مكان في الجملة لازم يتكتب كابيتال. I اللي هي أنا، ضمير I في أي مكان في الجملة لازم نخليه كابيتال. طيب تعالوا نشوف كده هنغير ايه عشان نعمل بانكتويشن صح. نبدأ بيكي يا أسماء. نمبر 1 بيقولك I went to Alexandria last June. حرف الواي هيكون كابيتال. أول حاجة الآي كابيتال بتاعت أول الكلام، والألكسندريا والأي بتاعت الأي كابيتال. يس. بس هو حدث ستوب. لا عندنا حاجة تانية يا أسماء، ركزي كويس. جون عشان جون ده شهر من شهور السنة. يلا يا ملك. نمبر 2 نادين هتبقى الان كابيتال. الان كابيتال، اوكي. بس نادين works hard to achieve her goals. بس هي دي مفيش غيرها. يلا يا سما. نمبر 3 شي الاس كابيتال. الاس كابيتال والاي بتاعت ايجيبشن كابيتال. وكده يبقى عرفنا اللي فيهم ايه كابيتال هنا. يلا يا ادم. نمبر 4 ماي الام هتبقى كابيتال. احمد هتبقى الاي كابيتال. احمد كابيتال. بس لا، نحاس ستريت ده اسم مكان يبقى الان كمان كابيتال. لازم يكون في general notes اللي هي بنكون الملاحظات في الريدنج والليسننج. ايه الفرق بين ويب كام وكاميرا؟ الويب كام يا حبايبي هي كاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر او التليفون. I open my webcam while chatting with my friend online. امال بقى الكاميرا العادية I took some great photos of this view with my camera. دي كاميرا بتستخدمها لالتقاط صور ثابتة. لكن الكاميرا اللي بتكون متصلة بالجهاز الكمبيوتر او التليفون وبنستخدمها في الشاتنج، فيديو تشات، دي بنقول عليها ويب كام. devices وابس، الجهاز اللي نمسكه في ايدينا ده اسمه device. الجهاز او التطبيق او البرنامج اللي بيكون application كده على الموبايل مش نقدر نمسكه في ايدينا بنسميه apps. smart boards smartphones are useful devices. لكن واتساب فيسبوك are important apps. حاجات ما نقدرش نمسكها يبقى apps applications. حاجات نقدر نمسكها يبقى devices أجهزة. طب ايه الفرق بين تايب ورايت؟ قلت لكم تايب بنستخدمها على لوحة جهاز الكتروني ايا كان بقى، الكيبورد، تابلت، موبايل، سمارت فون، اي حاجة بنكتب عليها بجهاز الكتروني يبقى نستخدم تايب. اي حاجة بنكتبها بقى باستخدام قلم اسمها رايت. تايب ورايت. طب ايه الباست من الفيرب تايبد نضيف لها دي. طب ايه الباست الماضي من الفيرب رايت؟ ايه الماضي من الفيرب رايت؟ wrote. برافو عليكم. طيب بيعلمنا هنا كمان السينونيم والانتونيم. السينونيمز يعني المرادف، والانتونيمز معناها المضاد. correct بتساوي right والانتونيم بتاعتها wrong. safe تساوي كلمة protect والانتونيم بتاعتها dangerous. online السينونيم او المعنى connected والopposite او العكس offline.
دايما بصوا على الاكزامبلز بتاعت السافكس والبريفكس. السافكس هي الإضافة اللي بنضيفها في نهاية الكلمة، البريفكس هي الإضافة اللي بنضيفها في بداية الكلمة. هيجي يقولك كلمة perform بنضيف لها ايه عشان تبقى اسم performance، فاحنا بنحفظ المجموعة دي عشان نعرف ايه المقطع اللي بيكون متضاف له عليه. طبعا البريفكس والسافكس ليها اصلا قاموس كبير، يعني زي ما انتوا بتحفظوا كلمات المفروض تحفظوا بريفكس وسافكس، فهي مجموعة كبيرة قوي من الملحقات دي اللي هي سوابق ولاحق، بنقول عليهم سابق او لاحق. فاحنا صعب نحفظ كل واحدة بتعمل ايه، بس احنا بنحفظ الاكزامبلز الامثلة عشان لو جات لنا نعرف الكلمة ايه اللي مشبوك فيها. احنا طبعا عارفين ان speak speaker information، فاهميني؟ هيمسك lesson 1 و 2 ويشوف البريفكس والسفكس اللي جت يكتبهم بالشكل ده بالظبط زي الجدول ده بالظبط يا ادم. هتكتب عن lesson 1 و 2 وعن lesson 3 وعن lesson 4 و 5 و 6، وبعد كده تبعته على الجروب وتكتب كده من فوق يونت 1. سما هتعمل الكلام ده في يونت 2، مش بس السفكس والبريفكس، لا والسينونيم والانتونيم كمان. وبعد ما تخلصوهم كلكم، بعد ما تخلصوا كل يونت، لما تيجوا بقى تراجعوا في الاخر هيبقى كل واحد فيكم عنده السفكس والبريفكس بتاعت اليونت كلها، وده بيكون اسهل لكم في المراجعه. ليه؟ اكنكم بتراجعوا كده كلمات تحت بعض، بدل ما تفتحوا يونت وتدوروا على السفكس والبريفكس، لا انت شفتها وكتبتها بايدك فهتثبت في مخك اكتر، وفي نفس الوقت بصيت عليها بطريقه معينه اكننا هنعمل قاموس لنفسنا، قاموس للمنهج بتاعنا. اتفقنا؟ مين هياخد يونت 1؟ يثق أو ثقة trust، يعني trust تنفع verb بمعنى يثق، و trust تنفع noun بمعنى ثقة. إرشادات السلامة safety tips. أداء أو عرض performance. حصة تكنولوجيا المعلومات ICT class. اجتماع أو طاولة مستديرة round table. أداة tool. أحدث الأخبار the latest news. ينظم organize. نظام يومي متكرر routine. رسالة messages، رسائل messages. يرد أو رد reply. ممل boring. ودود أو لطيف friendly. معلومات information. ألعاب عبر الإنترنت online games. هاتف محمول موبايل فون. بسيط simple. فرصة chance. يضيف add. زمائل الفصل classmates. يتسم بالاحترام respectful. شعار